سلام بنات، اليوم ان شاء الله على بركه الله غادي نقوم بتحضير واحد الكيكه اللي كتجي اكثر من رائعه. غير بثلاثه البيضات، كاس نص كاس د الحليب، كاس الا ربع ديال السكر، وكاس الا ربع د الزيت اولا نصف كاس د الزيت. في اناء تنوضع البيض، تنقوم باضافه السكر، كنقوم بتطريب الخليط جيدا على هذا الشكل. كنستمر في التطريب حتى كيتضاعف لينا حجم الخليط. بعد ذلك كنقوم باضافه الزيت على شكل دفعات. كيف ما كتلاحظوا الخليط بدا كيتضاعف لينا الحجم ديالو. ومن بعد كنضيف الحليب. غادي نحيد الخلاط الكهربائي ونكمل بالخلاط اليدوي. كندمجوا الخليط غير شويه، كيندمج لينا الحليب الخليط. كنقوم باضافه فانيليا، هكا خليتها حتى المرحله الاخيره باش تبقى النكهه ديالها عاطيه في الكيك ديالنا. من بعد نقوم باضافه الخمارات والدقيق. عندي جوج خمارات، غنضيف جوج خمارات من فئه 8 غرام، المجموع 14 غرام. غربلت هنا الخماره الاولى وغادي نضيف الثانيه. من بعد نضيف الدقيق اللي حتى هو غادي نغربلو باش نتفادى دوك الحبيبات او الحبيبات المتكتله في الدقيق، ولا لا كانت شي شوائب هكا، لان كنشريو الدقيق بعض المره بالعبار فكيكون عند الحانوت طايح فيه شي حاجه. كنقوم بالغربله ديالو، دائما غربلوا الدقيق قبل ما تستعملوه. وكنقوم بالدمج على هذا الشكل. كنبدا من الاطراف وانا كنحاول ندخل الدقيق لذاك الخليط ديالنا. كنجمع الجوانب وكندمج مزيان. غادي نضيف الكميه اللي تبقات ديال الدقيق كذلك، وغادي نستمر كذلك في التحريك. انا راه ما كنحاولش نقطع الفيديو باش نعطيكم جميع المراحل ديال التحضير، باش هكا ما تفاداو ما تصدق لكمش الوصفه او لا تجاوزوا شي مرحله من المراحل ديال الوصفه. غنضيف الكميه اللي تبقات لينا ديال الدقيق. انا الدقيق هنايا كنديرو على حساب عيني ميزاني، على حسب نوعيه الدقيق. فكاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي ما كيتشربش. نتوما القوام غادي تشوفوا معايا كي غادي نحصل عليه في الاخير. الدقيق كيبقى اختياري الكميه ديالو. هانتوما هكا تنحصلوا على الخليط ديالنا، ما خفيفش بزاف وما في نفس الوقت ما قاصحش، ما بين وبين.
على هذا الشكل. القوام تيكون بهذا الشكل. كريمي، نتوما كما لاحظتوا القوام كريمي. هانتوما كيكتب لكم يعني ملي كتهزوا الفوي. كنستمر في الدمج هكا باش نتفادى دوك الحبيبات اولا يبقى لنا شي حاجه متكتله. من بعد كندوز بالصب ديالو في مول اللي انا اختاريت هذا المول الطولي بهذا الشكل. نتوما يعني المول كيبقى اختياري اللي عندكم متوفر. كنحاول نصب جميع الخليط اللي عندي في الاناء في المول ديالنا. ومن بعد غنقوم بوضعيه في الفرن اللي ديجا سخنته، ومن بعد كنوضع فيه الكيك ديالنا. في الاخير كنحصلو من بعد ما خرجناه على هاد النتيجه كيجي كيك طالع تبارك الله ما شاء الله. يعني تيجي يعني المقادير راه مضبوطه راه كما لاحظتوا في الفيديو. وهنا بعد ما زوقته يعني بهذا الشكل انا فينيتو بهذا الشكل، وانتم لكم الاختيار. تفيني دهنته بالشوكولا، وضعت فيه ديك الحبيبات ديال الشوكولاته المقرمشه. ما تنساوش الاشتراك في القناه والجيم باش